تخيل معايا تسكن في واحد الدار قديمه، وكل ليله تسمع شي واحد تيتحرك في وسط الدار، وانت عارف مزيان ان الدار خاويه. هذه قصه ديال واحد العائله مغربيه انتقلوا يسكنوا في واحد الدار شعبيه في واحد الحي شعبي في مدينه سلا. الدار كبيره والباب ديالها ديال الخشب كيدير الصوت منين تيتحل وتيتسد. في الليله الاولى الام سمعات واحد الخطوات في الكولوار، بحال شي واحد لابس بلغه قديمه وتيتمشى في الارض. طلات تشوف، ما لقات حتى واحد. رجعات للبيت فين كانت ناعسه ولقات الباب ديال الكوزينه تحل بوحدو، مع انه هي اللي سداتو بالساروت. ومن تما بدات الخلعه. البنت الكبيره ساره كانت تشوف راسها في واحد المرايه قديمه في الصالون. واحد الليله كانت تمشط شعرها، شافت شي وحده واقفه وراها لابسه جلابيه بيضاء ووجهها ما واضحش. ساره تلفتت بسرعه، ما لقات حتى واحد. من داك النهار بقات تسمع الصوت ديال ديك المراه في ودنيها فين ما قربات من ديك المرايه، وتتقول ليها خرجوا قبل ما يفوت الفوت. العائله كلها ولا عندها الخوف من هاد المرايه، بغاو يحيدوها يلوحوها وما قدروش. وجدهم قال لهم هاد المرايه قديمه ما تقدروش تخرجوها من الدار، راه فيها شي سر كبير. في الطابق الثاني كاين واحد البيت قديم مسدود بباب ديال الخشب والمسامر. الدراري الصغار كانوا تيلعبوا حداه. واحد الوقيته سمعوا شي واحد تيعيط يوسف يوسف بصوت ديال المراه. يوسف وقف في بلاصتو، هو ولد صغير عنده 7 سنين، وتيقول لماماه شي واحد تيعيط ليا من الداخل. الاب ديالو ما تيقش، ولكن الليل كله بقاو تيسمعوا الصوت ديال الجران ديال الكراسه في نفس البيت. وفي نفس الوقت ما قدروش يحلوه، لانهم فاش تيسولوا الجيران تيقولوا لهم هذاك البيت فيه شي حاجه خايبه، راه ما خاصوش يتحل. في السطح ديال الدار العائله بداو تيلقاو شي بقايا ديال الشمع وديال البخور وشي رسوم غريبه مرسومه بالطباشير. كل ليله نفس الشيء، بحال شي واحد تيطلع تيدير شي طقوس وهما ناعسين. واحد الليله الاب تشجع وبقى مخبي باش يشوف شكون اللي تيطلع. في 3 ديال الصباح سمع الخطوات ولقى جدهم هو اللي كان تيطلع للسطح، لابس جلابيه كحله وتيقول شي كلمات غريبه. ملي سولوه وواجهوه بالحقيقه، الجد قال لهم انا تنحاول نحبس هذا الشيء اللي كاين في الدار، راه الا وقفتوا هاد الطقوس اللي تندير راه كاملين غادي نخلصوا الثمن. في واحد الليله الباب الكبير ديال الدار تفتح بوحدو، وسمعوا الغوات ديال المراه جاي من الطابق الثاني. العائله كامله طلعت تجري، لقاو داك البيت اللي ممنوع يتحل لقاو محلول، والباب اللي كان ساد طايح في الارض. وسط البيت لقاو صنادق ديال الخشب قدام وفيهم تصاور قدام ديال العيالات لابسين جلابيات بيضين بنفس الشكل اللي شافتهم ساره في المرايه. واحد من هذوك الصنادق فيه واحد العظم كبير ومغطي بثوب احمر. ومن ديك الليله العائله كلها هربات من الدار وخلاوها خاويه. واللي تيسكن حداها تيقول لهم الدار ما عمرها بقات خاويه، كتسمع ديما نفس الخطوات والغوات في الليل، واخا ما بقى ساكن فيها حتى واحد.